هو العلاج الليمفاوي ده والتصريف الليمفاوي ده بيبقى علاج يدوي؟ طبعا ليه دور كبير جدا. ازاي؟ يعني نبتدي اول نحفز ده، سوري كده، ده بلعه الجسم اسمها الليمفاتيك داكت. مظبوط. بنبتدي بطريقه معينه، ليها تكنيك، بطريقه معينه نحفزها عشان لما نيجي بعد كده نصرف من تحت لفوق. تمام، يكون البلاعه مفتوحه بالظبط. يعني انت بتفتح البلاعه الاول وبعدين بتعمل تكنيك زي مساج ليمفاوي بتكنيك معين، عشان ده قصه مختلفه تماما، عشان يوصل من المحطات الليمفاويه اللي هنا للمحطه الكبيره اللي هي البلاعه الكبيره، عشان بعد كده يصرف على تمام، الكليه. مظبوط كده. اوكي. حاجه ثانيه تبقى غير العلاج اليدوي والمساج الليمفاوي؟ 5 مراحل. اول مرحله دي اللي احنا قلنا عليها، فتح البلاعه. ماشي. بعد كده بنهتم بالجلد، نيوماتيك بريشر. نيوماتيك بريشر اللي هو هوريكم صورتها دلوقتي، جهاز ليمفاوي. ايوه. رابع حاجه كمان الكومبريشن جارمنت، بيبقى تربيط بطريقه معينه وبريشر معين وماتيريال معينه، مش تربيط اللي هو بالظبط. والتمارين طبعا. بالظبط. فهمتوا؟